ونتحول الآن مباشرة إلى جدة ومباراة الاتحاد والرياض، حيث يتواجد هناك مراسل عربي أحمد راقي. أحمد أهلا بك، أخبرنا، يعني نحن على بعد تقريبا ربع ساعة من انطلاق المباراة، الأجواء من عندك. مساء النور ليليان. لعلي أقف أمام ملعب الأستاذ أو مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة. هذا الملعب اللي له ذكريات جميلة جدا معي شخصيا. حقيقة اليوم قاعدين نتابع حضور جماهيري كبير جدا، يعني ما شفناه في فترة سابقة. اليوم الناس متفائلة كثير في نادي الاتحاد، يعني صناع القرار أو جماهير الاتحاد خصوصا، يعني فرحتهم زادت قبل قليل بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي عن مشاركة بنزيما رسميا في المباراة من بدايتها. لذلك تأخر الإعلان أحمد، صح؟ جماهيري جيد، الأجواء بصفة عامة أكثر من رائع. تأخرت يعني جدا، نعم، كانت التوقعات والتكهنات نعم تأخر كثير، بس كان هنالك يعني تكهنات بشكل كبير جدا ان بنزيما حيكون في الشوط الثاني، لكن اتفاجأ الجميع قبل قليل بوجود بداية الشوط الأول وبداية المباراة. وللأمانة يعني الناس هنا أو الجماهير متحفزة كثير لعودة بنزيما، يعني خصوصا أنهم يعني يلمسون الأثر الجميل أو البصمة الجميلة اللي راح يقدمها بنزيما مع كوكبة نجوم الاتحاد اللي يسعى اليوم إلى قطف نقاط المباراة الثلاث، على الرغم من أن الفريق يعاني بعض الغيابات، يعني مثلا لويس فيليبي، زكريا، هوساوي، الناشي، هنالك إصابات، لكن يعني الثقة صراحة اللي أنا لمست من الجماهير قبل شوي، قبل اللايف كنت مع الجماهير، كنا في لقاءات، في روح صراحة، في حماس كبير. يمكن أنا هذه الروح اللي في الاتحاد من زمان ما شفتها، أو لربما إنه الأستاذ الأمير عبد الله الفيصل يعني له طابع أو نكهة مختلفة. يعني أنا لما أتذكر قبل 10 سنين 12 سنة لما كنا نغطي مباريات الاتحاد هنا، يعني كان صراحة في روح مرتبطة بهذا الملعب. اليوم أنا شايف الروح مرة ثانية من جديد، خاصة في ظل وجود كمان التنظيم الجميل التراس الاتحاد اللي اليوم يعني التقينا مع بعضهم، وكان يتكلم عن الخطط الجديدة اللي مع الإدارة الجديدة الاتحادية، وجودهم يعني أكثر من 3000 مشجع لالتراس الاتحاد. الهدف التشجيع، المؤازرة طوال المباراة، عدم التصوير، يعني في صراحة تنظيم جميل جدا قاعد أشوفه أنا على في منصة جماهير الاتحاد. لكن إجمالا الكل يتطلع أن يعود الاتحاد إلى حصد نقاط المباراة والتقدم في سلم الدوري قدر الإمكان. على يمكن تأكيد أنه الاتحاد ما حيكون له الدوري، لكن أمل كبير بعد الله سبحانه وتعالى أنه يوصل إلى يعني هذه المباريات. يعني الآن بعد إذا فاز بهذه المباراة سيصبح على بعد نقطة واحدة من التعاون في المركز الرابع. نعم أحمد، شكرا لك من أمام مباراة الاتحاد والرياض. أحمد الراقي، شكرا. أهلا وسهلا.